بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى اخوات؟ يا ولاد، يعني بصوا، ولادي واخواتي واصحابي وكل حاجة. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبركة. صباحكم يا رب خير وبركة وهنا. يا رب يدخل لكم الخير والفرح والهنا عليكم وعلى الناس كلها اجمعين يا رب. يا رب يريح قلوبكم ويريح قلوبنا ويريح بال كل الناس. صباحكم هنا وخير يا رب عليكم. ربنا يجعل يا رب اليوم خير وبركة وهنا وسعادة على بيوتكم وعلى ولادكم وعلى الناس كلها أجمعين. اللهم اجعل هذا اليوم خيرا وآخره خيرا، وأعوذ من شر هذا اليوم وشر ما بعده. أنا طبعا أول مرة بسجل الفيديو بدري كده. قلت ما اسجله وانزله لكم عشان لو حد حابب مثلا يعمل الغدوة ولا حاجة يعملها. بس ربنا يسهل بقى ان النت ينزله على طول، لان باقة النت عندي في الاخر كده، ربنا يستر بس وتنزل على طول، ما تقعدش بس كام ساعة قبل ما تنزل. هعمل معاكم النهاردة البصارة. البصارة انا عاملاها، كنت عاملاها بقالي اللهم صل على النبي. انا كنت عملتها مرتين، فقلت ايه انزلها لكم. اكلة حلوة جميلة جدا يا جماعة. طب نشوف بس الوصفة بتاعتنا ومقاديرنا وبعدين نتكلم مع بعض سوا. نهاركم خير وبركة ان شاء الله. انا معايا نص كيلو فول مدشوش. جبته طبعا، هتنقيه وبعد كده هتقومي غسلاه غسيل حلو، وبعد كده بتنقعيه 3 ساعات كده. خلاص بعد ما بتنقعيه 3 ساعات، خلاص كفاية عليه. بتصفي برضو من عليه المية، وبتحط له مية تانية نظيفة، وبتحط له 5 فصوص من الثوم وبصلية كده صغيرة، وبتقطعيه عليه وتقوم حطاه على النار. اول ما يغلي تهدي على النار عشان ما يشطش منك، وتسيبيه يستوي. خلاص بيبان طبعا الفولة بتستوي بالبلدي كده، بتتمك خالص كده وبتستوي. هنعمل معانا بقى مع بعض البتنجان بتاعنا المخلل. انا هنا عاملاها ابيض لان انا عملتها مرتين. في نهاية الفيديو هتشوفوا بتنجان اسمر، لان انا كنت عملت تاني. طبعا احنا كنا متعودين لما بنعمل وصفة البصارة دي بنوزع على بعض. سبحان الله، هي عادات وتقاليد. البصارة دي بتتعمل، اللي يعمل نوزع على بعض كده بالاطباق كده. بس حلوة جدا جدا، تحس انها كده فيها الخير وفيها البركة كده. طبعا ادي معايا شويه خضار. انا ببقى حاطه كده قماشه في قلب الصينيه او في المصفى كما زي ما احط، وبحط الخضار دي يا جماعه. بيمنع ان طبعا لما بتحطوا الخضار في كيس بيعمل ميه فبيبوظ منك وبيدبل. هنا القماشه هدفها انها بتحوش اي ترطيب ميه، اي ترطيب ميه يجي في الخضار او حاجه بتحوشه، فيفضل معاك الخضار طازه وحلو، ما يتبلش منك ويبوظ منك. خلاص. فببقى كده حاطه قماشه في قلب مصفى في قلب صينيه على حسب كميه الخضار اللي عندك، وتقوم حاطه الخضار كده. اي بقى ميه كده بتيجي في إن التنديه بتاعت الميه اللي بتيجي من التلاجة، القماشه بتشربها. فاشوفهم تحس ان الخضار ناشف ومفيش في اي حاجه. خلاص، وبتحفظه عندك لمده طويله. تمام. فاعملي كده بتبقى حلوة والله، بتحافظ على الخضار وبتحافظ عن الحاجة، عن الاكياس. الخضرة نفس النظام، بجيب مثلا الخضرة بتاعتي اللي انا عايزاها. اني يا جماعة من النوع اللي ما بحبش ان انا عين خضرة محشي او في الفريزر، لا. يعني سبحان الله، شايفين الخضرة اللي بجيبها ببل برضو قماشة، واقوم عصراها، واقوم حاطة الخضرة فيها. هتشوف انا هعمل يعني قماشة هنا لما جيت اطلع الخضرة بتاعتي ناشفة، فهقوم بلاها وعصراها واقوم حاطة الخضرة فيها تاني. انا واخدة منها الخضرة بتاعتي بتاعت البصارة. تمام. بتحافظ برضو على بجيب الخضرة بتاعتي بس تكوني جايباها طازة، ما تكونش دبلانة، تحس انها جايباها طازة كده وفريش لسه، وتقوم عيناها تقعد. لكن لو جبتها دبلانة لا، مش هتنفع تتعان. لازم تكون طازة كده ولونها زاهي كده. اهي، وبتقومي بلة القماشة وعصرها نص عصرة، وتقوم حاطة الخضرة بتاعتك فيها. تقعد عندي. يعني الخضرة ديت كانت عندي كانت عندي حوالي بقالها 8 ايام كده. كانت عندي بقالها 8 ايام. انا حاطة للبصارة، حاطة لها كزبرة. حاطة البصارة كزبرة. عايزة تحط مع الكزبرة عود شبت حطي. خالص ما بتحطلهاش بقدونس. يا اما تحط كزبرة خالص، يا اما تحط الكزبرة ومعاها يعني انا حاطة للنص كيلو، حاطة 3 ربط كبار. يعني الربطة الكزبرة كبيرة حلوة. تمام. لو الربط عندك صغننة حط 4.
خلاص تبقى خضرة معاكي وحلوة، والخضرة كمان مفيدة. فانتي لو حابة تحطي مع التلات ربع كزبرة عود شبت حطي عود شبت، لكن يا جماعة ما بتحطش بقدونس. هنا الخلطة بتاعتي هنا الفول على النار، الخلطة بتاعت البتنجان بتاعي. شوفوا هنا بقى التكاية المهمة، بعد ما الفول استوى، هو الفول استوى خلاص، هطفي بقى عليه، اروح حاطة الخضرة ومقلبة تقليبة، واروح طافية عليه. ما بحطش الخضرة تستوي مع البصارة، ما احطش الخضرة تستوي مع البصارة، انا بحط البصارة تستوي من غير الخضرة بتاعتها خالص. وبعد ما استوت خلاص والفول داب معايا وبقى مستوي خالص دايب، طبعا النار بتبقى هادية، والفول استوى معايا خالص، بقوم حاطة الخضرة، كنت طبعا غسلاها، بقوم محطوطة الصفة، بقوم مقطعاها واقوم حاطة الخضرة. وبعد ما خلاص انا قطعتها وهدفع البصارة، خلاص انا هدفع عليها، اقوم حاطة الخضرة بتاعتي خلاص، وتقلبتين واقوم طافية عليها، تبقى معاكي خضرة وجميلة، وتستفادي برضو بالخضرة والكلام ده. خلاص اسيبها لما تبرد شوية، طبعا عشان الخلاطات بتاعتنا مش خلاطات حديثة، متحطش الحاجة فيها سخنة قوي، تكون هدت يعني شوية، تقوم ضربها بتحس انها كريمية. اما هخلصها انا هقربها لكم بالكاميرا وهتشوفوا لون الخضار بتاعها، هي هنا مش واضحة قوي بس هتشوفوها، باجي اقرب الكاميرا ليكم هتشوفوا اللون الخضار بتاعها. اضربها في الخلاط، ما صفش ولا اي حاجه، لحد ما بتبقى كريميه. طبعا طالع حاجات، حطي للبصاره كوبايه ملوخيه. يا جماعه حرام، كوبايه ملوخيه ايه يعني؟ طب انت جربي كده، خدي حبه بصاره وحطي عليهم شويه ملوخيه، وشوفي الملوخيه البصاره تبقى وضعها ايه. شوفي كده البصاره هتبقى وضعها ايه، وتبقى شكلها ايه، وتبقى الملوخيه في قلبها، بتبقى باينه في قلبها ومحبحبه وباينه في قلبها. يا جماعه حرام، ملوخيه الا احطها للبصاره، يعني يعني كوبايه ملوخيه ناشفه، يجيبوا كوبايه ملوخيه ناشفه تكبها البصاره. ليه؟ من قله الخضره، من قله الخضره يعني موجوده. إيه الخضره ممنوعه؟ ده الخضره مفيده وبتتضرب، بتخلي البصاره. انا هنا بقى معايا بصلايه انا صفرتها، بعد ما صفرتها بالزيت بتاعها، بشويه الزيت بتوعها هكبهم على البصاره. ماشي. أكلة خفيفة جدا وصحية وخفيفة جدا جدا، والله خفيف، وبتأكل سبحان الله، بتأكل جامد وبتشبعي جدا منها، وصحية وخفيفة. بحط هنا البصلاية اللي صفرتها بشوية الزيت بتوعها، بحط شوية ملح، بحط شوية كمون، وهاخد الحلة أحطها على البوتاجاز تاني، أسيبها بقى إيه بالبلد كده تبقبق، يعني إيه، تشكشك كده أو تبقبق كده بكلامنا بتاع زمان الحلو ده. شايفين خضرها بيبان ازاي؟ بس هو عشان الاضاءة هتشوفها مغرفة. وحطها على النار. طبعا بتحط على النص كيلو بصارة حوالي 5 كوبايات مية، وتسيبهم بقى تستوي كل ما ميتك ما تبقاش كتيرة، كل ما البصارة بتاعتك بتبقى رابطة وحلوة. خلاص. بحطها شو بقى هنا حطيتها على النار. إيه، كملت بقى التسوية بتاعتها، ولو فيها مية زيادة ولا حاجة بتروح، تحس انها تقلت معاكي، بقت عامله زي الكريمه. والله يا جماعه عبال ما غرفت الاطباق، غرفتها، وعلى بال ما عملت البتنجان حدقته، كانت هي مسكت نفسها، ولا تلاجة ولا اي الكلام ده خالص. كانت هي مسكت نفسها وشدت في الطبق وبقت جامده وكل حاجه. ليه؟ المادة السوائل بتاعتك فيها مش كتيرة، مظبوطة. خلاص. فيا جماعة ملوخية ايه؟ ملوخية قال لي احنا نحطها في البصارة يعني. ملوخية ناشفة نحطها في البصارة؟ ازاي الكلام ده؟ بيبقى شكلها بصارة، بصوا تقرفي من شكلها. في ناس بتحط نعناع، لا انا ما بحبش النعناع، نعناع هيضيع لي الاكل. هو انا يا جماعة يعني في نقطة عندي، اي نكهة تحطيها في اكل زيادة عن اللزوم تضيع طعمة الاكل. يعني في ناس مثلا بتحط القرفة في اللحمة، تحط القرفة مش عارفة في المحشي، لا، ما لا فيش حاجة اسمها حط قرفة في محشي، وحط قرفة في لحمة، وحط قرفة في الخضار، مفيش الكلام ده. دي بليلة معايا نص كيلو بليلة، غسلته ونقعته نقع حلو، وحطيت في قلبه معلقتين رز، وحطيته على النار. اول ما غلى هديت على النار. هنا بقى انا لما عملتها المرة التانية كنت جايبة بقى بتنجان اسمر، المرة الاولانية كان ابيض، دي بتنجان اسمر. تمام. الخلطة بتاعتي عبارة عن الفلفل الأحمر، وعبارة عن التوم، تمام، كم فص توم. ضربتهم كده في الكبة، وبعد كده بشرت عليهم جزرتين كبار، ونص ربطة كزبرة. قطعت العيدان بتاعي وخدت الورق، وقلبت الخلطة بتاعتي دي كلها على بعضها، وحدقت البتنجان بتاعي. أنا ما بحطش في تخليل البتنجان، لا بحط ليمون ولا بحط خل،
ومعايا انا طماطم مخلله من نفس الخلطه، لا بحط ليمون ولا بحط خل. الليمون والخل يا جماعه، لو انت عامله مثلا قليه بكيلو بتنجان ولا حاجه وحطاه في التلاجة وحبيت تقعديه مده، بيبوظ، بيدي مزازه وبيدي مراره وساعات بيحمض. لا انت تقلي البتنجان وتحدقيه زي ما انت عاملاه بالطريقه دي، ولما تيجي تاكل لو بتحبي الليمون اعصري على ليمون قدامك، اعصري الليمون قدامك. الليمون ما يتعصرش على الحاجه وتعينيها، ما يتعصرش على الحاجه وتعينيها، تبوظ منك. خدي مني الكلام صح والله. الليمون اعصريه لما تكوني جايه بتاكلي، غير كده لا، ما تعصريش ليمونه على حاجه وتركنيها في التلاجة تقعد عندك في التلاجة. مع مرور الايام تدي مراره. بجد ممكن يقعد عندك اسبوع في التلاجة في قلب علبه متغطى عليه، تاخدي كده منه واحدتين تلاتة وتاكلي وهو محتفظ بيه بوضعه كده. خلاص، شايفين البصرة؟ شايفين لونها؟ ليه؟ عشان الخضرة محطناهاش تستوي مع الفول. الخضرة اخر مرحلة خالص بعد ما الفول بيستوي. طبعا دي بليلة معايا بقى. عملت بقى، انا بحب اعمل بقى جنب البصارة جنب العجة برضه. انا بعمل العجة حلوة قوي 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 بصراحة، بعملها جميلة، نفسي اعملها لكم برضه. جنب العجة، جنب الكشري المصري، يعني الكشري المصري، البصارة، العجة، الاكلات اللي هي المصرية بتاعتنا الحلوة دي، بحب اعمل بليلة باللبن. عفوا يا حبايبي. بليلة باللبن، شعرية باللبن، بحب اعمل اي حاجة فيها لبن. تمام. بتبقى كمان هي الأكلة باردة، الأكلة مش حامية ولا تقيلة ولا أي حاجة، بس الأكلة تحب حاجة فيها لبن. تمام. صينية مكرونة باللبن، أم علي، أي حاجة تكون باللبن، بس رز بلبن. بس أكتر حاجة بقى أنا بحبها يا إما بليلة باللبن، يا شعرية باللبن، يا رز بلبن. أكتر من أم علي والمكرونة باللبن والكلام ده لأ. بحب البليلة والشعرية باللبن ورز بلبن. بحب الرز بلبن جدا جدا برضو معاهم. فببقى نوع بقى. يعني ان شاء الله لو في نصيب عملت لكم الكشري المصري، عملت العجة، عملت القرنبيط المحمر، بعمل حاجة حلوة. بنعمل برضو حاجة حلوة خفيفة، مش حلويات بقى. يعني انا برضو زي انا في رمضان من الناس اللي بحب اعمل الحلويات. يعني ما بكترش من الكنافة ومن الجلاش ومن الحاجات دي، لا. بعمل بس قليل، ممكن رمضان كله اعمل اعمل 3 مرات 4 مرات، مش اكتر من كده. واميل بقى للحاجات اللي هي الحلوة اللي هي ايه، فيها اللبن الخفيفة دي. تمام. كيكة مسقية لبن حاجات بقى كلها بتبقى لبن كده خفيف. يدوك ودينا العمر يا رب، ويبلغنا رمضان بإذن الله. ف... فانا بفضل مع الاكلات دي الشعريه او البليله او الرز بلبن. بتبقى خفيفه وهيكون جايبه كده كل لبن عينه في الفريزر، تيجي ناوي تعمل اكله تعملها. خلاص. طبعا انا هنا حطيت قطعه قشطه. القشطه دي عباره عن ايه؟ وش اللبن ببقى كده حاطاه في الفريزر وعاملاه كده رق رفيع كده في قلب علبه، وبقطع منه المكعبه واحطها للحاجة بتاعتي اللي أنا بعملها، الشعرية باللبن أو البليلة باللبن. جميلة جدا جدا جدا، حلوة قوي. تسلقوها بقى كده وعلى نار هادية، وبعد كده بتحطها وبتحط لها اللبن والسكر ومكعبات القشطة. حابة بقى تحط بقى جوز هند وفول سوداني وزبيب ومكسرات، دي حاجة بقى بترجع لك انتي. أنا بحبها سادة كده. تمام. خفيفة جدا وجميلة مع الغدوة بصراحة، هتعجبكم قوي قوي. وأكلة جميلة، ويا رب تاكلوا في الصحة وفي الهنا. وكل لقمة تتاكل في الصحة والله يا جماعة خير وبركة والله. أكلة، والله أكلة أنا عملتها مرتين، والله مرتين في 10 أيام، مع البتنجان الأبيض والبتنجان الأسود. كل حاجة تتاكل في الصحة. أنا ده وش اللبن اللي بقولكوا عليه أهو، بصوا. ببقى حاطاه كده وأكسر منه أحط إيه أو على وش المعمر. إن شاء الله أنا عايزة أعمل لكم معمر برضو بإذن الله. فكل حاجة بتتاكل في الصحة خير وبركة وهنا. يا رب يدومها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. أنا بركون أشوفهم لا سردة مية، سردة مية ولا. الفيديو الأولاني كنت تاني باكل منها ومصوراه، بس تقريبا وانا بصور الفيديو التليفون كان قفل فالمقطع ما جاش. فاني ما كنتش عارف ان هو ما تصورش، عشان كنت عدت لكم تاني. لا سردة مية ولا منزله مية ولا حاجة. كل لما تسويها حلو وتشكشك كده على النار وتبقى تقيلة كده، لفت معاكي زي المهلبية، ما تسردش معاك مية وتربط هوا. هنا بقى معايا فضلة خيركم ربطتين كده خضرة فجل. الفجل من الأكلات الصحية اللي جميلة أوي أوي يا جماعة، صحية جدا جدا. ومعايا بصل أخضر و... وكنت عاملة شوية عيش. طبعا مصورة معاكم عيش كتير،
يعني انا مصوره معاكم عيش كتير. كنت عامله العيش دوت على البوتاجاز. ان شاء الله بعمله لكم مره تانية. العيش على البوتاجاز، عيش على البوتاجاز حلو قوي. لو عملت لكم عجه او عملت قرنبيط او حاجه اعمله لكم اصوره لكم. سريع سريع كده وانت بتعملي تخبز معاك على الطاسه، هوا وحلو ومحمل وحلو باذن الله. ده اكلتنا البسيطه، تاكلوها في الهنا. اكله حلوه، أكلة حلوة. عودي ولادك عليها، عودي أهل بيتك عليها. كلها صحية صحية وخفيفة، ما هيش تقيلة. والله ما تقيلة وصحية جدا. وتاكلوها يا رب بالهنا والعافية. ونقولها يوم يعدي، وكل اللي اتاكل في الصحة فضل ونعمة من عند ربنا. يا رب يدومها علينا نعمة، والله ربنا يدومها علينا نعمة فعلا ويحفظها، ودايما الخير موجود في بيوتكم يا رب. وتاكلوا كل حاجة في هنا وصحة وعافية. يا رب الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله. جربوه وابعتولي قولوا لي البصاره. محدش يحط ملوخيه في البصاره يا جماعه، والله العظيم الحاجه هتبوظ منكم. ما تحطيش نعناع، يعني خليكي كده في الطبيعه. خلاص اسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.